ناس كتير بتروح الجيم وناس تانية بتروحش، ناس بتعصر دماغها في الشطرنج وناس لسه مكتشفة السودوكو في 2026. بس كل دول لا يقارنوا بالبشر الإسكروليون، ذا سكرولرز أو الإسكرولجية. يعرف البشر الإسكروليون بأنهم نوع خاص من البشر ما بيفكرش وهو بيسكرول. هم يمتلكون إبهاما بقوة عضلات البايسبس بلاعب آرم ريسلينج، كما أنهم يقطعون آلاف الكيلومترات كل يوم على شاشات اللمس دون أن تتحرك لهم قدم. فبينما أنت تفكر في البلاوي المتلتلة عليك والضغوطات اللي محوطاك، الاسكرولاجي مش محتاج يفكر، ده عنده 1000 خوارزمية وخوارزمية يفكروا بداله، يوفروا له كل حاجة تبسطه ويبعدوا عنه أي حاجة ممكن تضايقه، عشان ده لو اتضايق الخوارزميات هتكون فاشلة. وبينما في ناس بتقرأ لجورج أورويل وناس تانية بتسمع تيك توكس عشان تزود ثقافتها وتميز هويتها، فالإنسان اللي بيسكرول مش محتاج، لأن هويته عبارة عن تجميع على آراء غيره، ريل من هنا على ترند من هناك، وهي ماشية بنعيم الجهل. كات هايل يا علو، هايل بجد، غموض تمام، فايبز فلسفية تمام، أنالوج سكاتشي جدا، بس يعني بيني وبينك كده صراحة يعني في حاجة ناقصة. إيه؟ أنا كمشاهد يا عم، أنا كمشاهد بشوفك لأول مرة ما يعرفش إن أنت عايش أساسا، يعني أنا استفدت إيه؟ استفدت إيه غير إنك ضيعت وقتي في وصف حالي زي ما السكرول اللي بيعمل بالظبط؟ ما أنا كمشاهد، ما أنا عارف إني بسكرول، أمال أنا لقيتك إزاي؟ ولقيت الفيرز بتاعك إزاي؟ قول له بس، المشاهد يعني قول له بس يفكر إزاي بدل ما أنت واخده قلش وتنظير وخلاص. شوف يا مخرجنا، هو كون الإنسان إنسان فده سبب كفيل أوي إنه يكون بيعرف يفكر، بس نتيجة اختصار تفكير الإنسان على المادة أغلب الوقت أو كل الوقت، ده خلاه يتلهي، خلاه عمره ما يسأل نفسه وعمره ما فكر هو إزاي هو بيفكر. هو ده، هو ده، كتر بقى من السفسطة دي، زيع يلا وأنا معاك، أكشن. وعشان اقول لك لازم تفكر قبل ما تسكرول، فخليني اقول لك الاول هو ازاي الانسان بيفكر عموما. التفكير بيحصل في 4 مراحل او 4 طبقات. الطبقات دي كل طبقه بتنقل للتانيه او كل طبقه بتسلم التانيه. يعني اول حاجه التفكير المتسرع، واللي مصدره الغريزه او التعود او التجارب القديمه، زي مثلا لما يجيلك نوتيفيكيشن ان في فيديو جديد نزل للكونتنت كريتور المفضل بالنسبه لك، على طول ايدك بتسبقك وتضغط وتخش تشوفها على طول. دي لحد ما تعود وتجربة اتكررت كتير، فبقت تفكير تلقائي، بقت تفكير غريزي. 2، التفكير العاطفي، هو تفكير العاطفة بتغلب فيه عن العقل، فزي ان قدرات التحليل بتاعة العقل بتقف، العقل بيكون متسائل من المشاعر، زي انك لما تحب شخص بتشوف عيوبه اقل، او زي انك لما بتكره فكرة بتفضل رافضها مهما كانت هي صح، مهما كانت هي منطقية، لمجرد بس ان انت رافضها. 3 او المرحلة الثالثة، الطبقة الثالثة، هو التفكير الواعي او التفكير التحليلي، وهو تفكير الانسان فيه بيكون بيحسب، بيحلل، بيقارن وبيسأل. وطبعا التفكير ده هو أبطأ من التفكير المتسرع وأدق من التفكير العاطفي. 4، التفكير الفلسفي أو التفكير التأملي أو التفكير العميق، فده بقى البوس ليفل، أعلى مستوى، وده المستوى اللي بيكتر فيه سؤالك لنفسك على الفاضية قبل المليانة، والتفكير ده اللي بيصنع الحكمة وبيكون لك وعيك بذاتك فتعرف نفسك بجد. طبعا المستويات دي نسبية، وعملية التفكير بتتم من خلال التنقل من مستوى للتاني، لكن المستويات دي بما اني قلت نسبية فهي مش موجودة عند كل الأشخاص بنفس النسب. ففي ناس عندهم العاطفة أكتر من العقل، وفي ناس تجربتهم الشخصية وخبرتهم في الحياة أقوى من أي حقيقة كانت، أقوى من الحقيقة ذاتها، وناس تانية بقى بتريح دماغها وتنعم بالجهل. الإجابة على السؤال اللي هو عنوان الحلقة، ليه لازم تفكر قبل ما تسكرول، فالمفروض دلوقتي الإجابة تكون عندك، وكلنا نقدر نطلع بإجابات مختلفة للسؤال ده، بس المهم في الإجابات دي إنها تكون إجابات جت بعد وعي ذات، مش بعد تسرع ولا بعد عاطفة ولا حتى بعد عقلانية فقط، إجابات جت بعد تأمل وتفكير عميق ووعي. لكن انا هجاوبك مشاهد الجميل عشان بس انت مكمل الفيديو، وعشان كون ان انت كملته لحد دلوقتي فانت مميز عن ناس كتير قوي. لازم تفكر قوي قبل ما تسكرول، عشان ببساطه حاجتين، الاولى هي ان وقتك اغلى بكتير من انه يضيع على اخبار ناس ما تخصكش، او 5 معلومات لو عرفتها مش هتغير حياتك للاحسن. التانية انه عقلك اهم بكتير من انه يستهلك اي حاجه كده وخلاص. يعني لو تخيلنا ان السكرول زي الاكل، او ان السكرول هو اكل، العقل هو الفم اللي بيتناول هذا الاكل، فانت استحاله
هتاكل اي حاجه هتيجي قدامك كده وخلاص. اكيد مش هتاكلها غير لما تفكر في مصدرها وتعرف هتفيدك ولا لا. ده ابسط حاجه. هو الا هيكون ايه الفرق بينك وبين الكائنات الغير عاقله؟ من قديم الازل كانت العلاقه واضحه بين الانسان والاداه. الإنسان كان صانع والأداة كانت المصنوع. فالإنسان يصنع الأدوات عشان تساعده، السكينة عشان يقطع بيها لحمة، النار مثلا لما اكتشفها ابتدى يستخدمها لصالحه عشان تطبخها، الخوارزمية عشان تسلق النيوكريتورز، وكان للصانع السيطرة الكاملة على المصنوع. لكن دلوقتي المعادلة دي اندثرت، أصبحنا في وقت الأداة هي اللي بتستخدمنا مش إحنا اللي بنستخدمها. بقينا عبيد الشاشات. فيوري العزيز، أنا مش طالع أنظر عليك أو بين الفهمان الكسبان اللي صحي من جهة أفلاطون، لكن أنا عايز أقولك إن القرار قرارك وبإيدك. أنت تقدر تختار تدخل لإيه وإمتى وإزاي وليه، تتابع مين وما تتابعش مين. وعلى ذكر المتابعة، فأكيد لو لفيت البلاتفورمز كلها مش هتلاقي أحسن أجمل وأرق وألطف من علي بس. سلام.